السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض ستريبس، حاجه مقرمشه من بره كده وجوسي من جوه. اقول لكم ايه السر ان هو يبقى طري من جوه حلو قوي كده. إيه بصراحه تخلي البيت كله يلف حوالي الطاسه كده وانت بتحمريه. حاجه بصي قمر، وريحه قمر، طعم بصوا فوق الخيال. قدمته انا النهارده جنب مكرونه حمراء. تقدروا تقدموه في سندوتشات مع صوصات زي ما تحبي. التقديم ده يعني حسب اليوم، حسب مزاجك انت. شايفين ما شاء الله لونه ذهبي من بره وحلو قوي، ولا الدقيق اتحرق ولا اي حاجه. بصوا كان مظبوط 100% الحمد لله. اول حاجه انا بعمل الستريبس من ايه؟ عارفين الحته اللي هي التندرلاين اللي تحت في الصدر دي، اللي هي الحته الرفيعه دي؟ انا مش بعمل بها حاجه ومش بدقها حتى لو بعمل بانيه او اي حاجه. فانا كان عندي صدور بعملها بانيه، فبشيل منها ده. تمام، ده بعمله ستريبس. بتخلي حته الستريبس كده طريه قوي، هي اصلا طريه فاهميني، فما بتاخدش سوا وبتبقى جميله كده وتحسي ان هي بتدوب في بقك. البهارات اولا هكتبها لكم في صندوق الوصف. فاحنا اول حاجه هنضيف بابريكا حلوه. عايزه تضيفي بابريكا مدخنه تمام مفيش مشكله. تاني حاجه هنضيف الفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر. وكمان بضيف اللهم صل على النبي، بضيف مرقه دجاج فوريه. تمام، طبعا بتحطي بقى حسب كميه الفراخ اللي قدامك. تمام، وبعد ما حطيت بقى مرقه الدجاج الفوريه طبعا هنملح. تحط شويه ملح بقى مناسبين كده، ما تكتريش برضو. انا الكميات يعني حسب تقديرك انتي. في زعتر مجفف ضيفي زعتر مجفف، بس انا هنا معتمده ان هي انا حاطه دي مرقه دجاج فوريه فيها زي بعض خضار كده مفروم. تمام، هي نوعها ده فيه كده. هنحط بقى زبادي لبن رايب، شويه لبن. تمام، اي حاجه من دي بحيث ان هي تخليها برضو طريه. يعني سر التطريه بتاعتها ان هي الحته الصغيره اللي تحت دي اصلا بتبقى طريه. تاني حاجه ان انا بضيف زبادي. بتسيبي التتبيله دي ساعه 2 3 ليلتين 3 زي ما تحبي، بس انا يعني في اليوم ده تقريبا كنت سايباها 4 ساعات. تمام، هنقلبها بقى تقليبه حلوه كده بايدك ان كل قطعه تتغطى بالتتبيله، ونعينها بقى في التلاجة. نيجي بقى للمرحله اللي هي قبل القلي. هضيف كميه دقيق حلوه كده تناسب الكميه اللي معاكي. تمام، وهضيف النشا بتدي قرمشه حلوه قوي يعني، بس ما تكتريش النشا طبعا عشان ما تبقاش ناشفه قوي. تمام، وهنا حطيت نص كيس بيكنج باودر او حوالي معلقه. ما تكتريش قوي عشان ما تبقاش الغلاف هش كده فاهميني. انا ضفت النشا، سوري ما كنتش ضفتها. بنفس البهارات اللي انا حطيتها في تتبيله الفراخ هضيفها هنا. يعني هحط ملح وبرده ما تكتريش الملح، وهحط شويه مرقه، وهحط فلفل اسود وبصل وتوم باودر، بس نفس البهارات بالظبط، وشويه بابريكا صغيرين. ده خليط التغطيه هو كده تمام. ناقص بس الميه قبل ما نيجي نحمر هنظبط كل حاجه. تمام كده هنقلبهم وبس. اديلهم تقليبه حلوه كده بحيث ان كل الدقيق يتبخر معاكي، ان طعم الغلاف نفسه يبقى ليه طعم، ما يبقاش مجرد دقيق بس. تاني حاجه هجيب بوله واحط فيها تلج وميه. انا على جنب هنا كنت بجهز الزيت عشان يسخن جنبي وانا بغلف الستريبس يعني. ده التلج اللي كان عندي، بس لو عايزه تكتريه تمام، بس الجو حر والواحد بيعمل ايس كوفي طول النهار فتمام كده. ضفت عليها ميه ساقعه، وهاخد معلقه من خليط الدقيق هضيفه وتقلبيه. المهم اخدنا هنا معلقه وهنقلبها خالص لحد ما الدقيق يختفي، بحيث ان هي ما تبقاش منزله في ميه بس، لا تبقى ميه بخليط دقيق كده حلو. هننزل بقى بقطعه الستريبس وتقلبيها كويس وتغطيها كويس بالدقيق. المهم بقى
هنغطي بقى طبقة الستريبس بالدقيق، وبعدين ننزلها في المية ساقعة، وبعدين ننزلها في الدقيق. تمام. وطبعا جنبنا الزيت بيسخن، هتغلفيها كويس جدا ما يبقاش حته فراخ باينه عشان ما تتحرقش معانا. وزي ما انت شايفه بنفضها كده بالطريقه اللي انت شفتيها فيها دي. انا حبيت ان انا اعمل طبقه سميكه شويه في كذا واحده علشان كنت هنزلهم في صوص كده. فقلبتها 3 مرات، ان هما مرتين كفايه قوي. تخبطيها زي ما انت شايفه كده. ممكن لو حابه ان انت تحطي الدقيق ده في كيس وتنزلي فيه بالستريبس وتخضيه كده، فاهميني، تهزوه كده بس. وهنزلها في الزيت بقى، بس الزيت على نار يعني متوسطه شويه. خلصت الشويه اللي انا هعملهم اول دور. شايفين ما شاء الله لا بتتقلب وذهبي ازاي وحلوه. عايزه اقول لكم ريحتها كانت حلوه جدا والله. يعني جربوا الطريقه دي، هي سريعه وحلوه وهتغنيكي ان انتي تطلبيه من اي محل فرايد تشيكن او تطلبي اكياس جاهزه بتاع المصانع. لا دي حلوه جدا. شايفينها؟ اظن الطريقه سهله واكله سريعه وهتجربوها هتبقى طعمها حلو قوي. يعني استاهل لايك بقى على الفيديو ده اكيد يعني. لو اول مره تشوفي قناتي متنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بألف هنا على قلبكم ان شاء الله.